ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الام اللي خدت عريس بنتها اتجوزته. يعني الام خطفت عريس بنتها واتجوزته. ازاي الحكايه دي تحصل؟ هل بتحصل حاجه زي كده؟ ساعات بتحصل حاجات زي كده. ازاي؟ كان في واحده عندها 50 سنه، ست ام يعني، وعندها بنتها عندها 25 سنه، وتقدم لبنتها عريس عنده كام؟ 40 سنه، متيسر ومستواه كبير كويس وكده، واكبر من بنتها كام؟ ب15 سنه، بس مستواه المادي كويس. فالام عملت ايه؟ جيت تقدم لبنتها. الام عشان مخها مهفوف، انا عمري ما شفت في امهات كده، ممكن تحصل في. سوري معلش عندي برد. فالام العريس لما تقدم لبنتها غني بقى، وشافته مستوى وجايب شقه حلوه، عنده عربيه حلوه، وايه وايه، وهيعمل ويجيب دهب ويفرش وي. راحت رسمه عليه وقررت بنتها، قالت لها خلي بالك ده كبير عليكي، مش هتعيشي معاه مبسوطه، ده راجل عنده 40 سنه وانت لسه عندك 25 سنه، خدي لك عيل قدك. البت مشيت ورا امها بقى بتحبها ومصلحتها عليها، فسمعت كلامها مشيت وراها، قالت له انا مش هقدر اكمل. وبعد ما قالت كده راحت الام لعب عليه، وابتدت تتكلم معاه وتقابله وتخرج معاه، وقالت له بنتي دي مهبوله، دي بنت هبله وطايشه ومش فاهمه مصلحتها، ده انا اللي جوزي مات وانا اللي متبهدله، وانا ما اعرفش. بقت الست بقى توضب في نفسها وتعمل في نفسها وتنزل معاه وتخرج معاه وتتكلم معاه وتشغله وتتصل بيه وتبعت له رسايل. المهم بقى على النظام ده بتاع 3 شهور ليل نهار مكالمات ورسايل ويخرجوا وحاجات زي كده. اتفاجئت الراجل قال اكبر مني ب10 سنين مش مشكله، ست بقى عوضتني الحنيه وبقت كويسه معايا، بس على حساب بنتها. يعني دي حاجه غريبه قوي، لو حد غريب ممكن، لكن حساب بنتها. وبعدين الراجل قال لها هنتجوز، قالت له ماشي. دخلت على بنتها في يوم قالت لها انا عريسك فاكره اللي سابك اللي عنده 40 سنه ده طلب ايدي. قالت لها ازاي يا امي؟ بقت تلطم، انت ايه عريس بنتك اللي مشي وانت اللي كرهتيني فيه وانت اللي قلتي ده كبير عليكي ومش هتبقي سعيده معاه وخدي لك واحد من سنك، بعد 3 شهور يعدوا 3 شهور وتيجي تقولي لي عاوز اتجوزك وهيراضي وانت موافقه؟ قالت لها انت موافقه؟ قالت لها انا موافقه، انت كده كده هيجي لك نصيبك وهتتجوزي وهتمشي وانا هبقى لوحدي، هعيش لوحدي ليه؟ هتجوزه. قالت لها بس ده كان جاي لبنتك وكان عاوز يتجوز بنتك واصغر منك ب10 سنين، تتجوزي واحد اصغر منك؟ قالت لها ايه يعني 10 سنين؟ مش فارقه، ما في كتير ياما بيتجوزوا رجاله اصغر منهم، هو 20 سنه ده 10 سنين، وبعدين مش باين، ده هو شكله من الشغل والتعب كبير وانا بقيت اهتم بنفسي وشكلي صغير. ايه يعني 10 سنين انا هتجوزه؟ هو انت ايه؟ ما انت مسيرك كده كده هيجي واحد يتجوزك وتمشي وتسيبيني، انا هاخده واتجوزه وموافقه، واعملي حسابك الشهر الجاي كاتبك كتير. انت يا امي ازاي وانت هتسيبيني لوحدي وهتعملي ايه؟ قالت لها انا هروح اتجوز عنده وهبقى اجيلك، هقعد يومين معاه ويومين معاكي، يومين معاه ويومين معاكي، وهيبقى كده، واليومين اللي معاكي هعمل لك كل طلباتك وانت كبيره ما شاء الله عروسه، وهبقى اتصل بيكي على رسائل ومكالمات تليفون كل شويه. قالت لها هنا عليكي وتاخدي عريس بنتك؟ ده انت ايه جبروت، ده انت مش ام انت. وبقت بقى البنت تنهار وتعيط وتصوت وتقول لها انت مش ام، انت استحاله تكوني ام، انت وانت انت مهفوفه، انت مخك تافه، انت ست كبيره وراح تاخدي واحد اصغر منك ب10 سنين وكان متقدم لبنتك. ايه رايكم؟ ايه؟ قولوا لي انتوا في حاجات زي كده مرت عليكم؟ الحاجات دي بتحصل بس قليل مش كتير، بس بتحصل والله، بتحصل في مجتمعنا. والست تخطف عريس بنتها ضناها وتروح تتجوز، طب تتكسفي، طب خلي عندك حياء حتى. يعني دي بنتك تروحي تاخدي عريسها وانت اللي كمان تطفشيه وانت اللي تكرهيها فيه وتخليها تقول له انا مش عاوزه اكمل معاك وعاوزه اسيبك؟ بذمتكم ده عقل؟ دي ام صح؟ قولي في الكومنتات دي ام صح ولا لا؟ تستاهل تبقى ام ولا لا؟ تصرفها ده تصرفات ناس مراهقين ولا لا؟ لانها بتحصل، حصلت بالفعل القصه دي. والبنت بقت منهارة وقعدت تحكي لأهلها وأهل أمها وأهل أبوها اللي مات، وتحكي لصحباتها تقول لهم تصوروا ماما عملت كذا، أعمل إيه؟ أنا مش مصدقة، أنا في حلم، أنا مذهولة، أنا عندي ذهول. أمي اللي كانت المفروض تبقى القدوة ليا تروح تطفش عريسي وتقول تكرهني فيه، وفي الآخر تروح تاخده مني وتتجوزه وتقولي الشهر الجاي أنا هتجوز. البنت جالها حالة صدمة، اتصدمت. يعني دي صدمة بالنسبة للبنت، صدمة كبيرة، ده اكيد احنا كنا معاها صدمه كبيره، ومش بس صدمه، دي فضيحه، تعتبر فضيحه. فضيحه الام اللي طفشت عريس بنتها وخدته ليها واصغر منها ب10 سنين، دي فضيحه بقى، فضيحه علني يعني. ايه رايكم؟ احنا بنقول فضيحه وصدمه
والبنت ليها حق تنهار. الكلام ده صح ولا غلط؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات. لو الفيديو ده عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يوصلكوا كل فيديو جديد. سلام.